اخوان الفينا، اسمه الفينا الفينا اللي انت المره اللي فاتت سالت عليه. انا قلت ان هو لعيب كويس قوي وما زلت. لا انت سالت عليه بشكل تاني. الشرط الجزائي. الشرط الجزائي. هو لعيب كويس جدا، واحد ضد واحد هايل جدا وعنده سرعات يعني في كده من خالد غندور. من خالد غندور. هو مش دمه تقيل زي خالد بس يعني الاثنين. لا هي. طيب كابتن طارق، لا هو طبعا هخليك ترد على الجزئيه بتاعت من اقرب الى الدوري، وبرضو علشان انت كان عندك وجهه نظر في موضوع طبعا وجهه كابتن مدحت تحترم وتقدر جدا، لان برضو الكابتن مدحت من الاسماء اللي هي عملت تاريخ كبير جدا في نادي الزمالك، وهو عنده وجهه نظر تحترم 100%. انما انا شايف ان التجربه لازم تاخد وقتها. هو في تجربه، بغض النظر عن ان التجربه دي ممكن بدايتها مش احسن حاجه، وده طبيعي جدا جدا جدا. ليه بدايتها مش احسن حاجه؟ بالنسبه لماتش ان انت ممكن تعمل فارق، تضرب فارق 8 بونت مع النادي الاهلي و7 بونت مع بيراميدز او 8 بونت مع بيراميدز، دي بتبعدك شويه. مش كل حاجه حسب مقاومتها. اكيد تبني فريق جديد. اكيد السنه اللي فاتت هو ده اللي انا عايز اقوله. السنه دي لسه بتبني. هو ده اللي انا عايز اقوله. انت عايز تبني السنه دي وتحصد وتعمل كل حاجه. يا ابراهيم هو ده اللي هيستنى، هيستحمل. بغض النظر يا كابتن مدحت بقى لا مش قصدي يا طارق. انا بص يا طارق، زي ما سيد بيتكلم دلوقتي النادي الاهلي والراجل على يقين بيقول لك ان النادي الاهلي اقرب للدوري العام. تمام، هو وجهه نظره عشان عارف اللعيبه اللي عنده ايه، حالتهم دلوقتي مش موفقه او مش الحاله بتاعت اللعيبه اللي هو بيتكلم عليها سيد. انا بقول لك نادي الزمالك هو نادي الزمالك النهارده، انت داخل المنافس الثالث اللي هو بيراميدز، وفتح الله اشتغل فتره كبيره جدا هناك. انت النهارده نادي الزمالك التجربه، انا متفق معاك على التجربه. تمام، وربنا يكرمه تنجح. تمام. انت في حد هيستحمل عندك تنجح ولا ما تنجحش؟ هي ده الموضوع. جماهير الزمالك ما حدش بيخش تجربه يا كابتن مدحت والنجاح مضمون 100%. دي لعيبه لسه انت بتتكلم عن ده يعتبر 5 ماتش، ماشي؟ ايوه. انت ما قابلتش حد قوي. ثانيه واحده، لا يا كابتن ازاي ما قابلتش حد قوي؟ انت ما قابلتش مودرن؟ ده مودرن ما كانش في حالته، اتعادل مع الاهلي. مودرن ده متعادل مع الاهلي 2-2 وكان كسبان النادي الاهلي الاخر شويه. بعترض برضو على نقطه ان فكره ان الزمالك في ماتش وادي دجله او الاهلي في ماتش وادي دجله كان المفروض ان هو في اداء، انا شايف وجهه نظري اداء ماتش النادي الاهلي وبيراميدز لا في علامه استفهام كبيره جدا. النادي الاهلي يعتبر ما راحش الماتش حرفيا. نادي بيراميدز ليدنج طول 90 دقيقه بالاسماء اللي موجوده، بالقوام اللي موجود، بالفرقه اللي موجوده. فطبيعي جدا ان يحصل ضربات في بدايه الموسم بالنسبه لنادي الزمالك في لعيبه جديده، في عدد كبير جدا من اللعيبه ما لعبوش مع بعض، في اسماء لسه الراجل ما حفظش. في واضح ان الراجل عنده، يعني انا كنت بعيد جدا على مستر يانيك فيريرا فكره ان هو يلعب 3 متشابهين مع بعض قوي في نص الملعب، سيف وعبد الله وناصر. دي نقطه عملت جاب كبير جدا في نص ملعبك. في ماتش انت اصلا محتاج ان انت تكسبه، في ماتش انت بتلاعب فرقه محتاج ان انت تبقى ليدنج عليها قوي في نص الملعب وقوي، لان اللعيبه بتعرف تمسك الكره، واسلوب لعب دجله طول الوقت هو الباص من رجل لرجل والاستلام والتسلم بين اللعيبه وبعض، فانت محتاج لعيبه. وده ممكن يديني، معلش بس انا اسف اطر ان انا اقطعك كده، بس يديني تساؤل يعني يخليني كده شويه. حتى الفرقه اللي هتقابل الزمالك، تمام؟ الزمالك لعب مع وادي دجله مرتين، ماتش ودي وماتش رسمي، الاثنين خسرهم على فكره. مليار في المية في طريقه لعب عند وادي دجله عملها بشكل حلو في الماتشين، تمام؟ يعني انا اشوف الماتش الثاني سهل له الماتش الاولاني، او اسف الماتش الاولاني سهل له الماتش الثاني، خلاه قرا شويه. اللي يتفرج هيلاقي في حاجه عند الزمالك. السلام عليكم. ايه رايكم بقى في التحليل الجميل ده؟ فبيقول لك ان لعيبه الزمالك عشان اتغلبت من دجله كانت نازله بحرص، عشان كده اتغلبوا تاني. لكن لو كانوا غلبوا 6 كانوا هينزلوا مستهترين، فكانوا هيتغلبوا برضه تاني. يعني اللي انا فهمته كده من كلام جمال عبد الحميد ان في كل الاحوال الزمالك كان هيتغلب. لعب بحرص كان هيتغلب، لعب باستهتار كان هيتغلب. طب المعضله فين؟ يقول لك اصل هم كانوا واثقين ان هم حتى لو الاهلي فاز هم هيفوزوا، حتى لو تعادل هم هيفوزوا، كانوا واثقين. وبعدين حصل انتعاشه بعد ايه؟ بعد ما فازوا ماتشين، بعد ما فازوا 3. يا جماعه قلت لكم جمال عبد الحميد مش شخص بيفهم في التحليل عشان يطلع. قلت لكم اكتر من مره ان جمال عبد الحميد ده فقره كوميديه بدات تبقى مطلوبه في المختلف القنوات الفضائيه او برامج التوك شو الرياضيه. فبيجي كده كفقره تثير الجدل بتعليقات خزعبليه، الناس تحب تتفرج عليها عشان تضحك،
فيما يشبه رضا عبد العال بالظبط. لكن رضا عبد العال اللي بيقول لك انا افضل مدرب في مصر وانا جوارديولا لمصر، طبعا كلام ما يقولوش واحد عنده بربع جنيه عقل او تفكير. ثم ان تجارب رضا عبد العال التدريبيه كلها فاشله وكلها صفر. كذلك ما سمعناش الكابتن جمال عبد الحميد مثلا مسك اي مدرب اي فريق وعمل معاه بطوله او انجاز عشان نقدر نقول مثلا ان الراجل ده بيحلل وعنده فكر ويقدر يدينا راي او مشوره في تدريب او تكتيك او مدرب او لاعب. لكن هو بيعرف يقول كلمتين يضحك بيهم الناس وبالتالي اصبحوا بيجيبوه. مشكله كمان ان اصبح بيجيبوا مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي بالظبط عارف الموضوع وعارف الحكايه. هو بيجيب جمال عبد الحميد عشان عارف ان جمال هيهلفط بكلمتين فهيلم مشاهدات ويعمل ترند وكل حاجه. لكن غير كده جمال عبد الحميد لا كفاءه في التحليل ولا في الكره، معلش يعني مع كامل الاحترام. اذا كان هو بيقول لك انا مهندس وانا خريج معهد كفايه انتاجيه، طب على اساس ايه انت حسبت نفسك مهندس وانت خريج معهد كفايه انتاجيه؟ طيب بالزقازيق. فاذا يا جماعه اللي احنا بنقوله ان برامج الرياضيه كلها والاعلام الرياضي اصبح بيستضيف شخصيات ليس لها علاقه بتحليل كره القدم ولا تستفيد منهم باي معلومه نهائي خالص، باستثناء القله القليله الناس اللي بتيجي في برامج زي مثلا كابتن سيد حفيظ لما بيجي مع ابراهيم فايق، في بعض الاوقات بيجيب الكابتن او الناقد الرياضي حسن المستكاوي تاخد منه بعض الافكار. يعني في بعض الناس تقدر تديك معلومه تقدر تحلل لك شيء، لكن كابتن خالد بيومي لما كان بيجي يعني في بعض الاحيان كده كانوا بيجيبوا ناس عندها فكر تقدر تقول كلمه في تحليل. لكن معظم البرامج زي ما انتم شايفين كده الا من رحم ربي ناس ما لهاش اي علاقه بتحليل كره القدم ولا لها اي معلومه. المشكله كمان ان معظم الاعلام الرياضي اصبح موجه تجاه الزمالك، وقلما مع كامل الاحترام تلاقي اعلامي زملكاوي بيديك راي قوي او بيديك مشوره بعيد عن الاهواء. وانا استغربت جدا الحقيقه لما جه قناه النهار تعاقدت مع ميدو لبرنامج في اوضه اللبس ده تاني، لان الحقيقه بكل امانه ده راجل كاعلامي اثبت فشله في كل القنوات اللي اتعاقد معاها، ومفيش جماهيريه اطلاقا ولا في اقبال على مشاهده ميدو، وبالتالي بيطلع يقول اراء برضو كده بعيده عن المسار بيحاول يشد الانتباه عشان يجمع مشاهدات. لكن معظم اراء ميدو ومعظم ضيوفه بيكونوا ناس مع كامل الاحتضار محدود التفكير، ما عندهمش اراء قيمه ولا تاثير في مسيره كره القدم المصريه.